بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم المخلوقين أجمعين. نحاول نختصر بزاف، إنه نبدأ قبل ما نجاوب على هذا السؤال. كيفاش عرفت أنا زابسة؟ علاش منين سمعت عليه ومنين هذا؟ كان في 48 عام 1948 كنسمع. كان واحد الشاب دوك راه كاهل بحالي، كيجي ساكن حدا زابسة، كيجي كيقول لك هذاك عبد السلام الحاحي واش كتعرفوه؟ قلت له كنسمع به. قال لك جا عندي، قال لك نعلمو الفرنسيه وعلمني العربيه، وملي كينطق ما كيعرفش ينطق وتبدا ودازت سنه اللي بعد هادي قال لي يا صاحبي، قال لي يلا نتقدموا ديك الساعه حنا في الثالثه اعدادي ديال دروك. قال لك صاحبي، قال لي يلا نتقدموا البكالوريا. شوف هاد الإرادة والهمة كيفاش جات. المرحلة الثانية هي كيفاش أنا مشيت للزاوية. ما كانش عندي شي صلة بالسي عبد السلام، ما إنه كان في المراكش كنسمعوه من اتساع. حنا قرا الفرنسية، هو كيقرا في يوسف، ولكن كان هو أستاذ مع سي محمد الطالبي السير ديال سيدي فتح الله. وأنا كانت عندي ديك الساعة يعني كنت صحبة لاصقة مع سي محمد الطالبي، ولا زالت ماشي صحبة ولكن عائلة وأخوة. أول من خاطبوا ملي لقى سي حاج عباس سي عبد السلام، خاطب الطالبي في مراكش. الطالبي أول من خاطبني أنا. كنا كنسمعوا الإشاعات كيف قال سي أحمد هالبربوش هكذا، هو تخرج لي عقله، هو مشى، ها المخابرات الأمريكية اللي مخدماه، ها هو. وهذا الشيء كي يروج في الشباب في الثانوية أنا اداني اش اللي اداني مسألة حب الاطلاع. هاد الشيء هذا خصني نعرفه من الداخل، ما يكفينيش غير نسمع وغير. هذا هو السبب اللي جعلني ندخل الزاوية. جينا لوسط الزاوية، تفصيلها هو سمعته عند السي أحمد. وسط الزاوية كنا في الحقيقة ديال الأمر كنا مصاحبين هذا الرجل الله يجازيه بخير، سهر علينا ليل نهار. من مراكش كيهزنا ونمشيو في السيارة، وملي كنمشيو في الطريق هو يحاول يعرفنا بالقدر ديال الحاج العباس، والشي اللي عطاه الله تعالى، وشكون هو عند الله تعالى، وفين غادينا واش بغينا. هذا هو الحديد ديال الطريق في المشي، والحديد ديال الطريق في المشي باش جينا. ملي كنقربوا باقي كنعقل، كنقربوا لجهه تفوغالت، ما كنوصلوش لوجده واحد الجبل، وكنجبدوا الحويجات ونتصيبوا ولبسوا الحوايج بود، ويعاود يذكرنا عند من غاديين ولاش غاديين والغايه فين غاديين واش بغينا وكيف خصنا ندخلوا. وملي كنمشيو كيهيئنا بهذا. ملي كنمشيو كان عندنا واحد الجماعه خاصه كان فيها سيدي حمد الملاخ وسي توفيق الله يذكره بخير وهذا عبد المذنب. كنا كنمشيو يعني في الليل كيفيقنا لابد نصليو الصبح جميع. هادو بصفه خاصه كنا نيام وحنا نبدا نصليو معاه. ملي كنصليو كنخرجوا. كان واحد السيد الله يرحمه سمعتو هذاك سيدي عمر سمعتو توفى الزعم. ايه الله يرحمه. عطينا واحد الجنان ديالو فيه الكرم. كنمشيو تحت هذيك الكرمه. ملي كنمشيو الحديث على هذا الامر، هاد الناس هادو صحاب الاحوال راه ما عرفوا في هذا الشيء غير القشور، واللب ديالو ها هو الصلاه، هو القران، هو كذا، هو فبقينا على هذا الدأب دائما يذكرنا. نشوفوا احداث واحوال، ولكن هو يعاود يفسر لنا ويقرب لنا وخلانا راسخين. بقينا في الحقيقه هو مع من. وانتقلنا لهذه المرحله. جات المرحله اللي هي يعني هذه مراحل دوزتها في الحياه ديالي، مازال كنقرا فيها الان، كنتعمق فيها بزاف بزاف بزاف. هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه هي ديال الاسلام والطوفان. كيف وعلاش خاطبنا هذا الرجل؟ ايوا قال لنا استغفر الله. باقي كنعقل استغفرت الله. انا شفت شي حاجه مباركه مزيانه، شي كيفيه استخاره الى ديال تبع ديال شكون الى
ويسخر الله ولا بالك شي خيط شي حاجة بيضاء ولا خضراء قبت ولا جبنت سوداء وبالي شحال داك الشيء هادي خضراء وزينة من الجنة قدمت بزينة الظروف نشوفوا العناية ديال الله تعالى كيفاش كانت العناية ديال الله تعالى مع هذا الأمر من البداية ديالو. جينا هذا الأمر ما عندنا تجربة، ما عرفنا هذا الراجل إن شاء الله يجازيه بخير. ونذكر الإخوة مش نقصد الظهر ديالو، العمل كله ديال الإسلام والطوفان داز على ظهر هذا الرجل هذا، هو اللي كتب لنا عوينات ما فيهمش. هيك هذيك الساعة تبارك الله بالصحة ديالو وبكل شيء، هو اللي يكتب هو يصفف كيفاش يصفف الحروف في واحد الصفحة ديال الحديد، وكيفاش أنا كنضرب ايه هذاك فين درنا هاد الشيء هذا؟ قبل نعم هو راه المدرسة عندي تمايا في دول العسكر ما عندهاش سياج، ما عندهاش والو، شرجم ما كاينش داك الحديد، كاين الشرجم وكاين الديار منو راه كنخدمو في الليل، يجيب السي احمد بن رقم عند السي عبد السلام وكنقعدو نطبعوها في الليل. ايوا الشرجم الضو في الليل مجموع الضو كاين، وتما الحي كان خاص بالبوليس ساكنين فيه، ما كاين لا هادي ولا. فكانت واحد العناية كاملة ديال مولانا. باقي واحد النهار تخطى هذاك الشوك هذا واحد البوليسي كان ساكن حداه الله يرحمه تا هو مسكين، قال لك هو همو هو داك الشيء ديال الجنون وديال وكان موجود هذا السيد. قال لك الشوكات ماتوا كتعزم واش كديرهم؟ قلت لي هذاك الامر علاش كنعزمو الا مشيتي فحالك وقعدتي في دارك وسكتي انا يوصلك النصيب ديالك منه. مشى غير جا. فهاد العناية ديال الله تعالى اللي كانت هكا، المدرسة فيها الحارس، المدرسة فيها كذا، الدار حداها الداري مساقي الخبار. بقينا على هذا الحال نشوفوا العناية ديال الله تعالى، كيفاش دينا، كيفاش روجنا هذاك الشيء، كيفاش دفعناه، كيفاش مشينا من مراكش دفعنا هذاك الشيء اللي بغينا ندفعوا لوجده. اشنو الدليل ديالنا؟ هو هذاك الشيء ديال التليفون، الدليل ديال التليفون، العناوين الشرائح ديال الامه كلها من هنا ومن هنا، كيفاش عاودنا رجعنا، كيفاش انتظرنا. سبحان الله العظيم. وتجاهد ملي كنت نتامل في هذا الامر دروكا، لو كان الانسان خدم او كان خلاه الله العقل ديال الفكر ديالو من على هذا الامر هذا. شنو هو اول واحد يمشي يدي هذا الشيء للكوميساريه ويقول لي انا بالي من هذا الشيء، ولكن العنايه ديال الله فوق هذا الشيء. في ذيك الوقت ما كانش انسان، كان شخصيا ما كانش عاقل كيفاش عايش، واحد المستوى ديال العيش، يعني ما كنتش كنفكر في هذا الشيء، كنت مرفوع تيقولوا. تجي المرحله الاساسيه الكبيره هي ديال السجن. كذلك كانت فيها واحد العناية كبيرة. نعس في المراحيض، اليد مكبلة، الرجل ما يمكنش الإنسان يمشي من هنا 2 خطوات، ما يتحركش ليل نهار، ياكل التراب بالعدس وياكل التراب بالحمص والتراب بالفول والسكات والقعاد. أنا وسيدي أحمد مع النوبات كيمشي مسكين الله يشافيه، يمشي للمستشفى مدة ونبقى أنا تما بوحدي. ولكن ما واللي جاو هذوك اليساريين عاد عظمات المصيبه. وهنا كنتذكر الان ما كنبدا كنقرا هذاك التاريخ، كنقرا هذيك العنايه ديال الله تعالى علاش خص بها فلان وفلان. ايوا هذا نطلب الله تعالى نكونوا اهل لهذا الامر هذا. هذيك نصيب برحمتنا من نشاء. وكنشوفوا المصيبه الاخرى ديال اليسار بداك الشيء، كيجي الرجل كيجي بحال داك زعزع وغيره، كيجي على قاعو رجليه ما بقاوش، تسلخات هذيك الرجل تيبات تسمع الانين ديال العصا، والانين ديالو كاينين، ما كيمشيش على رجليه. وانت في هذاك المحل عمر شي عاد ما قال لك اوف كنا على يدي عليك يديه. واحد النهار باقي كان عقل هذاك ملي نزل عليك ديك الدقيقه على ذاك الزعم بقى كيتكلم معايا. انا ماشي دقيقه هو انا نقول دقيقه هذا الشيء علاش عقلت واحد الدقه واحد المسيطه وسط عني. ديك الساعه العنايه بغات باش يجيني الخبر من الدار على الاولاد هذا نجح في البكالوريا